في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اضافه مهمه اتضافت في ريفت 26.4 ومفيده جدا في التسليح على برنامج الريفت. لو انا عندي كاميرا زي الكاميرا اللي قدامي دي وخدت فيها سيكشن بالشكل ده تمام، وابتديت ان انا احط لها تسليح الكانات بالشكل اللي قدامي ده تمام. كلنا عارفين ان الكانات ما بيبقاش السبيسنج بتاعها واحد، يعني بيبقى فيه مسافه تكثيف من وش العمود يمين وشمال، والمسافه اللي في النص بيبقى السبيسنج بتاعها مختلف. يعني عندي في الاول في سبيسنج وبعدين في النص في سبيسنج وفي الاخر في سبيسنج تمام. قبل ريفت 26.4 كان الحل عشان اعمل حاجه زي دي كنت برسم كل زون لوحدها، يعني برسم الزون الاولانيه وبعدين اخدها كوبي بالشكل ده وابتدي احط الزون الثانيه والزون الثالثه، او ان انا استعين بادنز خارجيه او سكريبت داينامو عشان اقدر اعمل حاجه زي دي مره واحده تمام. طيب في الريفت بقى فيه الاوبشن ده بيلت ان جوه الريفت من غير اي ادنز خارجيه تمام، بس ده من اول ريفت 26.4. التسليح عندي بيبقى كله في سيت واحده تمام، فانا اقدر اسبليت السيت دي زي ما انا عايز، بمعنى ان انا مثلا لو انا قدامي السيت من هنا من سبلايس، الاوبشن ده ما كانش موجود قبل كده، سبليت ريبار سيت تمام. لو دوست سبليت هو في كذا اوبشن بيظهر لي، بيبقى الديفولت بتاعنا بيك بار تمام، بيقول لي اختار السيخ اللي انت عايز تقطع عنده الست. يعني انا لو اخترت هنا هيفصل لي كل اللي على الشمال ست لوحدها، كل اللي على اليمين ست لوحدها تمام بالشكل ده. يعني مثلا تمام بقى عندي دي ست ودي ست ودي ست، فاقدر اختار الست دي والست دي واقدر اتحكم في السبيسنج من هنا اخليه 100 تمام، وبقى عندي اللي في النص 200 مفيش مشكله فيه تمام. وعلى حسب مسافه التكثيف بتقدر ان انت تحدد انت هتفصل فين بالظبط. في اضافه كمان، لو انا من هنا ابتديت احرك دي تمام هو ما حافظش على دي، ممكن ارجع كل حاجه زي ما كانت تمام، رجعت كلها ست واحده. وانا بعمل سبليت للست ممكن افعل الكونسترين ست تمام. الكونسترين ست هنشوف دلوقتي هي بتعمل ايه، هي بتحافظ لي على ان السيتس تبقى ماشيه مع بعض، بمعنى انا هفعل الكونسترين وهشتغل عادي زي ما كنت تمام، وهقول له فينيش، بقى دي عندي لوحدها ودي عندي لوحدها بنفس الطريقه تمام، وبقت دي ست لوحدها. طيب لو انا حبيت او جالي اي كومنت ان انا محتاج ازود التكثيف شويه، لو حركت دي هلاقي ان الست اللي فيها التكثيف بتتحرك معايا بالشكل ده. يعني دول كان عددهم 13 هزودهم شويه بقوا 19 تمام. ده في حاله مثلا ان انا مسافه التكثيف عندي اتغيرت او اي كومنت جالي على المشروع فمحتاج ان انا اعدل ده، مش محتاج ان انا امسح وارجع ارسم تاني من الاول، فبفعل كونسترين للست وهو بيحافظ لي دايما على ان السيتس تتحرك مع بعض. كمان هي بتكون مفيده في حاله ان انا لو عندي حيطه زي اللي قدامي دي تمام، دي الحيطه وفيها فتحات بالشكل ده او في فتحات اتعدلت وانا محتاج ان انا افصل التسليح عن ده تمام، فبدل ما انا كنت بمسح التسليح ده وارجع اعيد تاني التسليح بتاع الحيطه كلها، لا انا عن طريق الامر ده بقدر من سبليت تمام، دي البدايه ودي النهايه، وبقول له فينيش تمام، اصبحت دي ست لوحدها اقدر ان انا اتحكم فيها وانزلها بالشكل ده تمام. وفي نفس الوقت دي بالنسبه لي ما اتاثرتش ومفيش فيها اي مشكله، نفس الكلام اقدر ان انا اعدي على باقي الفتحات كلها واعمل نفس الاوبشن.